نعمل، فاحنا كنا بنعمل. اسمه مقابلات. اليوم مقابلتنا مع يانا. وين يانا في النص؟ شوف اللي هسه. صباحي كبران. لا منيح. دقيقة تحكيش. تمام. ممتاز. يانا طنوس، عارفينها عن حالك وعارف الجمهور عليك. اسمك الثلاثي، وين عايش، شو بتعمل في حياتك، وكم عمرك، وشو انجازاتك؟ اسمي يانا طنوس، عمري 19، رح صير 20 قريبا. ايمتى بصير 20؟ 17/6. كمل. هون هي شطبطنا. انا اصدقائي لازم اعرف اعياد ميلاد. هي يسالوني بشير متى، ما بعرف. ما بعرف. شو بعد؟ 26. كم انجازاتك، شو عامل في حياتك؟ يب. تدرسي؟ طيب يا جماعه، اللي ما بيعرف، يانا هي الموديل اللي كانت في لما تكوني وعشاني. قاعد بيجيني طلع كيف المقابله، كيف لازم تبلش انه انت دارس. قاعد بيجيني اخبار انه انت سالوك في يوم من الايام انه ممكن تمثلي مع حدا ثاني موديل. ايش جوابك؟ جاوبت لا. كمان لا. وهسه السؤال الثاني، هسه استلم كل بلوش تصميم. لا يا اخوان، فيش غزل، احنا قاعدين نتغزل ولا شيء، انه طالعين لايف بس. انا مقابل. استنى نشوف الجمهور شو عنده اسئله. انت عندك اسئله؟ ما عندك اكيد. عندك اسئله؟ واحد كاتب لها شد حالك. لا اخوي، انت فاهم غلط. يانا لبنانيه. شو قصدك على اللبنانيه؟ لا بجننوا يعني، ناعمين، انثى. رح فكر. عندك اسئله؟ فكري. يا اخوان يلا، هالسؤال فضحتونا. في سؤال بحكي لك، مع سلاوي بتمثلي كمان مره؟ اذا العالم بدهم بمثل. طب واذا انا بدي؟ اذا انت بدك، زي ما بدك، رواق. لا يا اخوان، بتمثل ان شاء الله، بتمثل. بس هي انا ليه مثلت معها مرتين؟ ما كانت تحسدني. قالت لي انت رفيق. ما فينا عادة. ما فينا عادة. المرة الثالثة رح ياخذ منك وتشوف. لا بمزح. انا كل للناس اللي بتشتغل صح. للناس. مين بتحبي اكثر؟ او مين، هذا سؤال قوي وسيلة من وراء الكواليس. شكرا اخونا سيف فور اللايف لانه اعطانا السؤال، بس انا حبهر عليه شوي. مين كان احلى تصوير، عشاني ولا تصوير لما تكوني؟ تصوير او اي اكثر انا بحبه؟ اجواء التصوير وهيك. ليه؟ لانه كانت بالاردن، صلينا اكثر. صح، كانت مسلاية. انت كنت مسلاية. انا شايف طيرة. لا بمزح. لما تكوني اكيد، لما تكوني كان حلو تصوير متعب. مع اني تعرفوا يا اخوان في قصه انتم ما بتعرفوها، ايضا نكشفها هسه على اللايف معانا يانا. كان في مقطع كامل في لما تكوني، اخريته كثير مهم وكثير ببين اشياء لبعدين. يعني كان فهمت اغنيه تحكي لي اكثر، بس انا قد ما مرضت ما قدرنا نكمله. يعني في اخر يوم، اخر شوط خلصنا نصوره، ما قدرت. حكيت لهم انه انا خلص، ورحت الطوارئ ثاني يوم وشفت الستوريات. صراحه كان متعب. يعني لما تكوني، انا كنت مستوي ميت مريض. المهم يا انا، لو خيروكي، هاي فقرة جديدة، فقرة لو خيروك. هاي فقرة نار. لو خيروكي انه تكملي تعيشي في لبنان او تعيشي في الاردن، وين تختاري؟ عن جد بختار اني اعيش في الاردن ولبنان. بقسم انا بقسم. كيف يعني؟ مش رح اقدر اني اعيش ببلد واحد يعني.
انه مش راح اعيش بالاردن، انا ما بعرف شيء هونيك، لبنان بلد بالاخر. كيف بتحط مودريتر هون؟ لا ليش احطك مودريتور؟ يا انا شو بتحبي توجهي للناس اللي في بعض الناس الفئه القليله جدا اللي طبعا ما حدا لا يطاقوا، اللي بيغلطوا عليك في لايف وفي الاشي زي هيك، شو بتحبي توجهي لهم كلمه؟ واللي بكتب له الدنيا، اللي بكتب لي الدنيا رمضان احنا ترى لايف الكتروني بعيد عن بعض، يعني احنا بعاد، هي مش قاعده جنبي، فرمضان عينه وراسي، بس شو بنعمل قاعدين نقابل، وجهي لهم كلمه بقول انه اوكي. بس في حدود انه كل شيء انا ما عم كلمه بعمل لطيفه. غلط على السوشيال يلا ميديا، وانا مقتنعه بالشيء اللي عم بعمله، وما حدا خصه يتدخل او يحكي. كل شيء انا ما عم قرب على حدا، كل واحد يهتم بحاله. هل بتاثر عليك المسجات السلبيه؟ اوقات انه اللي بكتب مسج ما سلبي؟ حدا ما بيأثر عليه صراحه، يعني اللي بيطلع وبيقول لك انه ما بتأثر ده بيكون عم كذب. يا جماعه خلينا نكون صريحين مع بعض، الناس اللي بتغلط انت شو بتستفيد يعني لا انا حقرا الكومنت ولا هي حتقرا الكومنت، ولا فاتحين لايف ننبسط نضحك شوي مع الناس، في 21,000 واحد مبسوط، تخيل انت تيجي انت و10 تنقدوا علينا، مش حلو. فاحنا مبسوطين وبنحكي، مش طالعين نتغزل في بعض، طالعين بنعمل مقابل فقره هاي في رمضان، عشان رمضان هذا كله برامج انا ما بدي. من الاغاني الثانيه قصدك؟ مين عندنا عم سؤال هون. يعطيك الاسئله؟ انا عبالي لا لا عارف. ان شاء الله. مم. عندنا سؤال بيحكي لك لو خيروك تكوني موديل من الاغاني اللي نزلت، او الاغاني اللي خلص نزلت وخلصت، لو ما كانت فيديو كليب، ايش تختاري اغنيه كنت حابه تكوني موديل فيها؟ سؤال قوي. شكرا اخونا سيف من وراء عشان الكاميرا. عشانك يا إلس. انا بحسها من احلى الاغاني تبعك صراحه. عشانك اغاني صح. كلام صحيح. طب انا سالت 15 سؤال، عندك اسئله ولا لا؟ مم. اسالك سؤال. شو عم يحكي بشير؟ انت عم يجيبوا لك الاسئله، مش عم تسال والله من حبايبي عندك، عم تزعبر. شو عم بتذاكر؟ لا بقى سالت سؤالين مني، شو سيف تدخل سؤالين بس. طيب خبرنا عن اغانيك اللي رح تنزل سون. هذا هو السؤال انا، والله صباغ ما سالني هذا السؤال يعني. عادل ما طق عني جاوب. السؤال. اغنيه رح تنزل سوق ماشي. ان شاء الله راح تعجبكم وشكرا. هو مش عم مش صرح، تصرح. ما بصرح لا. لك تخلص انت، امتى راح تخلص هاي المقابله؟ ان شاء الله بس تخلص اسئله بتخلص المقابله. اخ شو في اسئله قويه يا زلمه. ايوه دور بينهم. عندي كم سؤال، هدول لو انت بدك كنت تسالني مصاحبه. انت اسئله؟ انا مصاحبه؟ سالت. بدي اسال، انت مصاحبه؟ ممكن. والله شكلها مصاحبه. المهم السؤال كالاتي، لو الحدا اللي معك او شريكك في الحياه قال لك يعني انا ما بدي هاي الاشياء السوشيال ميديا وبدي اياك تمسحيها، هل بتمسحيها عشانه؟ بعتقد انه ايه، لانه اذا هو ضحى انا رح ضحي، فيب رح امسحها. عيد الاضحى متى في بعد كوش. طيب ما اسف. مظلوم حسام. صاير. مروق. مم. طيب السؤال الثاني، اخوان شو مالكم انتوا، شو في، هي مصاحبه انا شو دخلني. المهم السؤال يا اخوي حس سيف وينك؟ والله سيف بكتب قاعد سيف جيب اسئله قويه وتطول. ايوه جاي. سؤال قوي من سيف وراء الكاميرا، مم. بحكي لك حسب تعاملك مع حسام او سلاوي، مم. انو بتشوفي اول، هم سؤالين. السؤال الاول، انو بتشوفي علق معلق، لا هي تمام اشتغل علق شوي ورجع. يا اخي غريبين الناس وحياة الله.
في كم واحد كان قبل شوي كاتب انه لايف زنخ، ليش هسه بكتب معلق معلق يعني حبوا بعض، حبوا العالم. المهم ايه كم سامعني. ثانية؟ سامعيتني تمام؟ انو كان شخصيته احلى معك، حسام ام سلاوي؟ حسام اكيد اكيد اكيد. حسام. اروى. انا ما رائع. بحكي مع السلامة، انا بحكي مع حسام. السؤال الثاني. صح. حلو. صحيح. السؤال الثاني بحكي لك حسب تجربتك معي او مع سلاوي، خل نبين انا مخابر وتعاملك معه. اوصفي لنا حسام في دقيقة، يعني اوصفي لنا يعني احكي عنه. يعني احكي عني في دقيقة. شو بتعرفي عني؟ الناس ممكن ما بتعرف هاي شيء في شخصيتي، ايش الاشياء اللي بتميزني وهاي الشغله اذا في اشياء. اوكي. حسام حدا كتير بتسرع بقراراته ومع طول بياخد القرارات الصح، وثلاث ارباع حياته بيكون عم يمزح، وكتير قليل تيكون جدي. وشو بعد؟ يفصل اوقات، بس انه في كتير قصص حلوه فيه يعني صراحه. طب فيش طب احكي شيء دمرتيني. انه هو حدا بيهتم، بيسأل عن رفقاته كتير ووافي لرفقاته. دورك. شكرا يانا. ما سمعتها لسه تخيل. سمعتي اغنيه انثى ولا لا؟ شو اكثر مقطع عجبك في هاي الاغنيه؟ هذا السؤال من اخينا سيف وراء الكواليس. مش حفظت. يانا بتسمعنيش يا اخوان عشان تكونوا في انه الصف. سمعتها بس ما بقعد بسمعها لوحدي. ما بتسمعني. عرفت كيف؟ بسمعها على الاديتس والتصاميم وهيك. شو المقطع اللي عجبك؟ مقطع حلو. والله بدك تتذكريه، بلاش ما اخسرك لا هسه بتذكره. الان. مش هي وحياة إيه؟ عيونك ايش؟ حنين علي. ما هي؟ تغنيش بس حكينا هذا المقطع. هذا يس. المقطع. دورك تحكي عنه. يا انا غني لنا شيء. لا. احكي غني لنا شيء. احكي عنك في دقيقة ما بتكفي. ما بتكفي. يعني اذا بدي احكي عنك بدي اقعد ساعة. تحكي عن القصص ساعات. مش منيحة فيه او المنيحة؟ لا لا يا غبية. هيك وهيك. هيك وهيك. منيح. المهم ستي انا شرفتينا في حضورك وانستينا. بتصير يعني توجهي كلمة للمتابعين ببرنامج فقراتي مع حسام بدي اقول فقراتي. لهم انه وجهي كلمة للناس. حبوا بعض وما بقى تعلقوا على العالم، كل واحد يهتم بحاله بس هيك. شكرا اختي انا شكرا. thank you thank for you having for me. لاني كون. yeah thank you for having you. باي. باي. ثانك يو. باي. ما ذكرتش. كنت عامل شيء غلط. بفكر الحين بحكي معكم. رجعنا لكم يا جماعة. فقرة السحر. هسه عندنا فقرة ثانية. طبعا بنحب نشكر، بحب اشكر ابوي لانه دعمني، ونشكر سيف اللي كان وراء الكاميرا بيعطينا الاسئلة، وبشكركم لانكم تحملتوا الوضع.
وايمن زهران بحب اقول لك حل عن صدري. نطلع حدا ثاني نعمل عندي اسئله قويه، بس يعني ما حبيتش اخش عليها من اسئله قويه عشان ما لهاش على السوشيال ميديا لسه جديد حرام، وما حدا يضل يسبسب يا اخوان. شو تستفيد؟ والله ماني فاهم يعني. لسه في منكم انتم عايشين؟ شو مالكم؟ ميسي بطلنا نسب عليه، خلص اعقلوا. كل حدا يهتم في نفسه ويحب نفسه ويحب الناس عشان الناس تحبه. هاي سيف نزل سلخ في التفاح.